مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو دردشه كده مع العرايس شويه عن الحاجات اللي قبل الفرح. النهارده كان في حاجات كتيره قوي في المطبخ كده، كنت حاسه ان الدنيا متدربكه فقلت ان انا اقوم اظبطها معاكم. وفي نفس الوقت كنت عايزه اكلمكم عن البروتين والترميم والحاجات اللي بتتعمل قبل الفرح، ده ايه الفرق بينهم وازاي ان انتي ممكن تعمليها من غير ما شعرك يقع، عن تجربه شخصيه وعن تجارب كمان علميه وهكذا. تمام. خليني الاول اقول لكم ان اي بنت عموما بتلجأ للموضوع ده بيكون بسبب ان هي عايزه تحس انه مثلا شكلها مختلف، ان الشعر دايما مترتب، مش عايزين بقى كل شويه. مثلا لو احنا هنعمله بيبي ليس هيتعمل يوميا، فحاجه بتبقى صعبه شويه، فبنلجأ للموضوع ده. ليه بقى اكتر من مسمى؟ يعني في بروتين، في كيراتين، بس الكيراتين ده بقى شبه ملغي. وبعدين في منه بقى حاجه تانية زي تقولك مثلا تريتمنت بالارجان، او تريتمنت عموما وما تفهمكيش ايه هو اصلا. بس هي الفكره كلها ان انا بتكلم عن ماده بتتحط على الشعر، بتديله يعني ما بقاش زي البروتين العادي الشعر الواقف ده، لا هي بتديله فعلا ترطيب، وكمان بتديله شكل صحي قوي. بس الفكره ان هي بتفرد، فاي ماده بتعمل كده ده هينطبق عليها اللي انا هقوله دلوقتي. تمام. اول حاجه طبعا احنا بدون يعني من غير ما ندخل في تفاصيل كتيره او من غير ما نلوش على الكلام، هو مضر وكلنا عارفين انه مضر. لكن الفكرة كلها انه ضرره بيكون قد ايه. بمعنى يعني انتي مثلا حد شعرك بيكون ناعم، مثلا هو فيه موجة خفيفة، يعني الويفي ده فتلته رفيعة، ده يا جماعة ما نلجأش اننا نعمل فيه حاجة، لان دي شعر اصلا ضعيفة. فاول ما هتعملي فيه حاجه هتقع. زي بالظبط لو انتي شعرك مثلا بيتساقط او بيقع وهتروحي تعملي التريتمنت ده او هتروحي تعملي الفرد ده، ما طبيعي هو هيقع اكتر، لان هو اصلا بيقع، يعني هو فيه مشكله. وقت ما هتعملي عليه حاجه زي دي لازم هيقع تاني. تمام. فاول واهم حاجه ان انتي شعرك لو مش مستاهل بلاش تعمليه، وشعرك لو ضعيف او في اي مشكله تانية زي التساقط لازم نعالجها الاول، وبعد كده نبتدي ان احنا نعمل حاجه في الشعر. لازم الشعر فتلته تكون هتستحمل اللي هيحصل فيه، لان الفكره في التريتمنت ده ان هي ماده بتتحط وبعد كده بتكبس عليها بالمكوى. انا مش عايزه اقول لكم يعني المكوى دي بتمشي مده قد ايه، او يعني حرفيا بتمشي على شعريه شعرايه، خصله خصله. فاهمين قصدي؟ فالشعر فعلا بيجهد. لكن النقطة كلها بقى في ان في اختلاف مواد فعلا، يعني في، وكمان اختلاف البيوتي سنتر اللي بيعملك. يعني لازم تتأكدي ان اللي هتعملك دي هتغسل المادة كويس قوي، بحيث ان انت لما تحطي المادة، لما بتكبسي على المادة نفسها، ده بيدي تأثير على الشعر وحش جدا غير لما تشطف. شعرنا تمام ما فيهوش اي مشكله وقررنا ان احنا هنعمل، يبقى نختار مكان موثوق منه. تتاكدي من اسم الماده اللي انت هتستخدميها ان هي حاجه نظيفه، بلاش نسترخص. ونتاكد من الخطوات قبل ما نبتدي، نعرف من اللي هتعمل لنا دي اذا كانت هي هتشطف الماده كويس قوي ولا لا، الماده طريقها بتتعمل ازاي، التكبيس بيتعمل ازاي، الحاجات دي كلها. تمام. بعد كده بقى خلاص احنا قررنا ان احنا هنعمله. طبعا الشعر بيكون شوية ناشف، لان هي في الاول هتطلب منكم ان انتم متغسلوش شعركم خالص. اقصد ان انتوا تغسلوا شعركم بالشامبو بس، وما تدهنوش عليه اي حاجة خالص قبلها مثلا باسبوعين كده، فبالتالي الشعر وقت ما بيجي يتعمل بيبقى ناشف قوي. وبعدين لما عشان يعني المادة لما تتحط تشربه كويس. خلال الفترة اللي انت بتعملي فيها المادة دي بقى، او خلاص انت عملتي ايا كان اللي انت هتعمليه، لازم في حاجات بتعمليها بعد الجلسة دي علشان خاطر الشعر ما يتأثرش. زي مثلا ان انتي لازم بتستخدمي حاجه للتساقط حتى لو انتي ما عندكيش تساقط، علشان الشعر ما يبتديش ان هو يقع معانا. ممكن تسألوا اي دكتور جلديه عن حاجة، عايزة مثلا روتين او سبراي او حاجة للتساقط للشعر اللي هيتعمل بروتين او للشعر اللي هيتفرد عموما، ممكن تسأله في الموضوع ده بحيث يكتبولكوا سبراي كده عشان الشعر ما يبتديش ان هو يقع. طبعا بيكون في تساقط طبيعي، لكن في تساقط مش طبيعي، فعشان كده احنا هنستخدم سبراي علشان التساقط يبقى طبيعي. تمام. وطبعا بيبقى في مجموعة افتر كير بتاخديها من المكان اللي بتعملي فيه، بتكون عبارة عن شامبو وبلسم وسيرم، بيكون ما فيهمش اي مواد كيميائية ولا اي مواد ضاره. تمام. فدي اهم الحاجات. امتى انا كده قلت لكم امتى تعمليه وازاي تحافظي على شعرك بعده. وطبعا لو احنا مش يعني مش مستاهل بجد ما تعملوش، بس انا عارفه ان في ناس بتبقى لازم تعمل، او الشعر ده مش هتعرف تتعامل معاه طول ما هي عروسه، فلازم تعمل فيه حاجه.
تمام. غير كده بقى برضو اسألوا عن جلسات الترطيب اللي هي بتكون بالكريمات، لو حاجة شبه كده هتنفعكم يبقى احسن من الفرد عموما. وبكده اكون قلت لكم كل حاجة. لو عندكم اي سؤال تاني تقدروا تكتبوه في الكومنتات وهرد عليكم. واستنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله.